السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع المسؤولية الاجتماعية. وتحدثنا في الحلقة السابقة أهمية هذه المسؤولية، ويعني وضحنا أنه يعتبر الدين الإسلامي هو الحاضنة الأساسية لهذا الأمر. اليوم نأتي نكمل موضوعنا، متى تبدأ عملية المسؤولية بالنسبة لأبنائنا ومن أي وقت؟ يعني حقيقة في علم النفس النمو في كل مرحلة عمرية لها احتياجاتها ولها تغيراتها. أنا كأم أنا أبدأ أنتبه، أعرف مثلا في كل عمر ما هي المسؤولية. مثلا متى نبدأ الطفل أعزكم الله يبدأ يلبس حذاءه بنفسه، متى يلبس ملابسه، وهكذا. يعني كل هي سلسلة وجملة من المراحل، وفي كل مرحلة يبدأ الطفل يتحمل هذه المسؤولية. لماذا؟ لأن نحن لو تركنا معناه أن وقفنا مرحلة نمو. يعني النمو الإنسان ليس فقط بالجانب العضوي، لا، حتى الجانب الاجتماعي، الجانب الأخلاقي، الجانب الديني. لابد إحنا كأولياء الأمور نبدأ نقرص في أبنائنا حتى ينمو النمو صحيح، نمو متكامل، نمو إيجابي، ويكون وظفنا كل إمكانيات هذا الطفل بالشكل الصحيح. يعني نوظفها لأنه بدأ عنده ينمو. يعني حتى إحنا تحدثنا في موضوع المسؤولية، موضوع الحرية والعقل والإرادة. فيبدأ أنا كيف أنمي في ابني؟ أحمله من البداية، مثلا يأخذ الكاسة، كمل على قدر إمكانياته، يعمل من البداية واجباته بنفسه، يعتمد على نفسه. سبحان الله، يعني تجد أنه بعد أنا أعرف حالات كثيرة وللأسف يعني أمهات يعني ما يترك الأبناء يبدأ يتعود يأكل بنفسهم. تلقى الأم هي اللي تطعمه، يعني مثلا في سن 4 سنوات 5 سنوات. هل يعقل؟ يعني نحن عطلنا إمكانيات هذا الطفل، وقفنا نمو. لا، أنت ما تكبر، أنا اللي حعيش طول عمري اللي أنا اللي أنا حقوم على خدمتك. يعني هذه الأشياء اللي تجعل الطفل يفكر بمنطق أنه أوكي أنا أكون الطفل اتكالي، هي أم اللي تقوم بكل شيء. يعني هي اللي تلبسه أحيانا، وكثير من الأمهات هم اللي يقوموا بحل الواجبات للأطفال. كتجربة خاصة أنا أترك بنتي مثلا تقرأ الدرس، أقول لها يا بنتي في شيء محتاجة، طيب أقرأي، وإذا واجهتك أي مشكلة استعيني به. واحدة منها هي تنمي مهارات حل المشكلات، تنمي الاعتماد على الذات، تنمي الثقة بالنفس، تنمي المسؤولية التي نحن نتحدث عنها. وأشياء أخرى، يعني للأسف يعني في قصة حقيقية، طالب قبل في إحدى الدول وهو مسافر يدرس في الجامعة، تقول أمه سافرت مع ابنه. يعني الأخت تحكي قصة واقعية. طيب هل يستقيم الأمر؟ هو طالب في مرحلة جامعية وما زالت الأم هي اللي تقوم على متابعته في الدراسة. هذه خطورة الأمر. يعني احنا زي ما ذكرنا عدم تحمل مسؤولية لها سلبياتها ولها عواقبها الوخيمة على الفرد وعلى المجتمع. طيب ما هي المسؤولية أصلا؟ ما هو تعريف المسؤولية؟ هي المسؤولية هي التزام، أنا أقوم بهذا الالتزام أمام نفسي وأمام الآخرين. مثلا أنا أميرة عندي التزام معين، وظيفة معينة، أقوم بهذه الالتزامات أمام نفسي وأمام الآخرين. عندي مسؤوليات تجاه نفسي، عندي أشياء اللي أنا يعني تخصنا أنا في الجانب الذاتي، مسؤوليات ذاتية الفردية. جوانب أخرى اللي هي أنا أتصرف في هذه المسؤولية بعقلانية وأتصرف بإرادة، وأنا أكون يعني لي الحرية. أنا إذا كنت أنا يعني ما عايزة أرتقي، إذا كنت أنا ما عايزة مثلا يعني يكون لي شأن يعني في إذا كان في الجانب الإيماني والجانب الأكاديمي والجانب العلمي، بتحمل أنا عواقب هذه الأمور. طيب المسؤولية مرتبطة بالحقوق والواجبات. يعني كل واحد مننا له حقوق وعليه واجبات. أنا أقوم بدوري كأم، أقوم بدوري كموظفة، أقوم بدوري كمواطنة، كل الأشياء اللي ذكرناها. ومن لا يؤدي واجباته تجاه أسرته، يعني من الشيء المنطقي والبديهي ما حيقوم بواجبات تجاه المجتمع. إذا كنت أنا مقصرة
يعني خيركما لأهل. لابد أن أقوم بواجبات تجاه يعني أسرتي اللي هي الأسرة، الأب والأم والأخوة والأخوان، الأبناء والزوج. فإذا أنا كنت مقصرة في هذا الجانب فبالتالي يعني ما حيكون له معنى إن أعطي للآخرين، ولا حتى حيكون عندي أنا يعني الإمكانية ولا المصداقية. يعني فتجد أن كثير من بعد يقول لك هذا الشخص يعني فاشل، حتى أبنائه ما مستفيدين منه، لكن يكون عنده مشكلة اللي هي ربما اللي هو عدم يعني عايز يكسب حب الآخرين، عايز يظهر بمظهر اللي هو أنه هو شخص قوي، لكن في الحقيقة يكون غير ذلك، يحاول يلبي احتياجات الآخرين، لكن في بيته يكون فاشل ويكون هو مقصر في واجباته. هي المسؤولية هي يعني شيء متبادل بين الأفراد والجماعات والمؤسسات. يعني الأسرة، الشركة تتعاون في خدمة المجتمع، وهذا ما يسمى حتى المسؤولية الاجتماعية. الشركات يكون عندها ضمن المشاريع تخدم المجتمع وتكون هي مساهمة في تطور هذا المجتمع. طيب ما هي مظاهر ضعف المسؤولية الاجتماعية؟ يعني كيف أعرف أنا ما هي المعايير اللي أنا أقول مثلا هذا الابن أو هذا الطالب أو هذا الطفل عنده مشكلة في عدم تحمل المسؤولية الاجتماعية؟ أولا منها مخالفة القوانين والنظم، ويكون عنده بطء في التنفيذ الالتزامات. لأن المسؤولية هي أن أنا أوفي بالالتزامات اللي هي تجاه نفسي وتجاه الآخرين. من ضمن الالتزامات مثلا زي ما ذكرت اللي هي إذا كان بالنسبة للكبار مسؤولية تتعلق بالالتزامات تجاه التزامات قانونية، التزامات اجتماعية. الطفل اللي عنده مشكلة مخالفة في عدم مسؤولية الاجتماعية تجده يخالف في المدرسة، يعني يتلف اللي هي موارد المدرسة، يتلفظ بألفاظ بذيئة. واحدة من المسؤولية الأخلاقية اللي هو الغش والتسيب وعدم الانضباط. كل هذه السلوكيات اللي تكون داخل الشقب، حتى المعاكسات يعني مثلا اللي تحصل في الشوارع، هذه تعتبر ضمن المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية. وقس على ذلك كثير من اللي هي الممارسات اللي تكون واضحة، هي تبين مثلا الاتكالية. تجد أنه للأسف يعني في مجتمعنا وفي بعض المجتمعات تجد الواحد عمره قارب يمكن ما في الثلاثينات، لكن ما زال معتمد على أخوانه وعلى على الأسرة. هذا لا يعني ان انا ما ضد انه نحن نساعد، لا بالعكس، ديننا الاسلام دين تكافل، دين تعاون، لكن كل واحد مننا له مسؤولياته. يعني هل يعقل انه يكون واحد ما زال العمر كله يعني فقط هو جالس يعني معطل امكانياته، واصبح رغم انه هو انسان سليم لكن معاق عقلي يعني فكريا، معاق اجتماعيا، معتمد على الاخرين، وانسان اتكالي. فهذه السلوكيات، هذه النماذج من البشر حقيقة تكون هي مسببة كثير من يعني تحسن مشاكل أسرية وتفكك وعلاقات، قطع صلة الأرحام بسبب هذا الأمر. إذا كنت أنا أقوم بواجبي بمسؤوليتي وأنا منضبطة، أقوم بحق، أعطي لكل ذي حق حقه، أكيد حيكون هذا مجتمع متناغم، مجتمع متحابب، مجتمع متوافق. يعني عدم المسؤولية بتؤدي حقيقة لعواقب ونتائج وخيمة جدا. يعني يمكن أنا ذكرت في الحلقة السابقة كيف كان هذه الأمور يعني أثرت، يعني إنه يعني كثير من الأخوة يعني مشاكل الديون وغيرها اللي حقيقة الآن يعني انتشرت بشكل يمكن كبير. يعني نحن نهتم بهذا الأمر حقيقة لأنه بينتج عنه سلوك المواطن الإيجابي، المواطن الملتزم، ولأنه أهميته أحيانا حتى تحس في البيوت وفي المنازل مع الجيران رفع الصوت. يعني مثلا يعتبر جزء من عدم تحمل المسؤولية. أنا لابد أراعي حق الجار، أنه ما أرفع أصوات التلفزيون بصوت عالي. أحيانا حتى أنا في المركبة العامة وأنا استخدم اللي هي الموارد اللي هي المؤسسات العامة، يعني لابد أن أحافظ على هذه المؤسسة وأحافظ على ممتلكاتها، لأن هي تنمية مستدامة. يعني نحن الآن عندما نتسبب
في تلف الموارد الطبيعية، أكيد إحنا نكون تسببنا في نقص هذه الموارد للأجيال القادمة. والمسؤولية الاجتماعية تجعل حقيقة الفرد متقبلا واعيا للتغييرات اللي تحدث هي من أجل التنمية، اللي هي تنمية المجتمع وتنمية الأسرة نفسها. يعني تخيلوا يعني واحدة من الأشياء اللي نقول مثلا الطالب اللي يلتزم بأنه يعني يحافظ على مصروفه، يستطيع أن كيف يستطيع أنه هذا الطفل يراعي أنه ما أقول خلاص يعني أنفق ما في الجيب يأتيك ما في القيب. يعني بعض الطلاب ما شاء الله من مصروفهم الخاص تجد أنه وفر وعمل ادخر مال. هذا يعني إحساس بالمسؤولية الاجتماعية. ويمكن أنا أختمها أن المسؤولية الاجتماعية في جزء منها فطري، الإنسان سبحان ربي يكون يعني حباه بهذه الصفة، لكن هذا لا يعني أن نحن نكون مستسلمين كأولياء الأمور. وأنا رسالتي لنفسي أولا ثم لجميع الأخوة والأخوات المشاهدين، نحن نركز على هذا الجانب في نقص المسؤولية في نفوس أبنائنا ونعلمهم من سن مبكر، لأنه يترتب عليها كثير من الآثار السلبية على المستوى الفردي وعلى مستوى الجماعة. نسأل الله أن يعيننا في يعني وإياكم في تربية أبنائنا، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.